نشر نادي مولودية الجزائر اليوم الأربعاء بيانا رسميا عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أكد فيه تمسك مجمع سوناطراك المالك للفريق بالرئيس حاجرجم، حيث حثه المدير العام للشركة الجزائرية البترولية العملاقة على الاستمرار في مهامه. وقال الفريق العاصمي في بيانه: استقبل الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك السيد رشيد حشيشي صباح اليوم الأربعاء رئيس مجلس إدارة نادي مولودية الجزائر السيد محمد حكيم حاجرجم بمقر المديرية العامة للشركة للحديث عن وضعية ومستقبل العميد. وتابع البيان: رفض السيد حشيشي استقالة حاجرجم وحثه على ضرورة مواصلة المشروع الرياضي للمولودية، حيث أثنى على قيادة الفريق للعودة إلى منصة الألقاب والتتويجات من خلال حصد لقب الدوري الجزائري عن جدارة واستحقاق وبلوغ نهائي كأس الجزائر. وأكد مجمع سوناطراك في بيانه أن الرئيس حاجرجم يحظى بدعمه المطلق، واختتم بيانه بالقول: الرئيس المدير العام للشركة المالكة سوناطراك يؤكد دعمه المطلق لرئيس النادي حاجرجم لمواصلة ما تم بناؤه لحد الآن في بيت عميد الأندية الجزائرية المقبل على المنافسة على 4 جبهات، بداية ببطولة دوري أبطال إفريقيا